العلم أبقى لأهل العلم آثارا، يريك أشخاصهم روحا وإبكارا. حي وإن مات ذو علم وذو ورع، ممات عبد قضى من ذاك أوطارا. وذو حياة على جهل ومنقصة، كميت قد ثوى في الرمس أعصارا. لله عصبة أهل العلم إن لهم فضلا على الناس غيابا وحضارا. العلم علم كفى بالعلم مكرمة، والجهل جهل كفى بالجهل إدبارا. العلم عند اسمه أكرم به شرفا، والجهل عند اسمه أعظم به عارا. يشرف العلم للإنسان منزلة، ويرفع العلم للإنسان أقدارا. العلماء كالنجوم يضيئون للناس بحياتهم طرق الحياة التي قد يكتنفها الظلام وتنعدم فيها الرؤية الصحيحة. لذلك رفع الله قدر العلماء وأعلى من شأنهم، وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة أدلة كثيرة على ذلك، وكذلك في حث الإسلام وجميع الأنبياء عليهم السلام على طلب العلم دليل على أهميته في حياة الناس. ولذلك كان العالم أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العالم يعبد الله على بصيرة وهدى. وربما عبد بعض العابدين المجتهدين في عبادتهم ربهم بما لم يشرع لهم لضعف علمهم، ولفقيه واحد أشد من ألف عابد يعد. نصول ونقول لنستمع إلى آراء الطلاب في العلاقة التي ينبغي أن تكون بين العلماء وسائر الناس. ونلتقي الآن مع الطالب أحمد المقبالي. السلام عليكم الأخ أحمد. عليكم السلام. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ عساكم طيبين؟ يا أهلا وسهلا ويا مرحبا. الأخ أحمد، بعض الطلاب يعزفون عن زيارة العلماء والمشايخ بدعوى أنهم طلاب علم، ولا بد أن يستغلوا هذه الأوقات في قراءة الكتب، وهذا الوقت الذي قد يذهب عليهم في قطع الطريق ومجالسة هذا العالم، قد يستغلونه في قراءة كتاب يتعلمون من خلاله كثير من المسائل. فجدوى قراءته للكتاب كما يعتقد هو بأنها أكثر من مجالسته لهذا العالم. ما رأيكم في هذه المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حقيقة قبل البدء في الإجابة عن هذا السؤال، هناك قضية طرأت في ذهني منذ مدة، كنت أقتنص الفرصة للحديث عنها. وهي نقطة مهمة جدا بالنسبة لطالب العلم هنا في المعهد، بما أننا في المعهد. نعم. النقطة هذه أن كثيرا من طلاب المعهد يظنون، أتكلم عن الفئة، خصوصا الفئة المهتمة بطلب العلم، نعم، والتي كرست وقتها لهذا الأمر في المقام الأول. بعض الطلاب من هذا الصنف يظنون أن البقاء بين الكتب، وبحيث الإنسان يكون كل وقته بين الكتب في القراءة وفي الاطلاع، بهذه الطريقة هو يحفظ وقته، نعم، ويكون بعيدا عن مسألة إهدار الوقت فيما لا طائل منه. ولكن حقيقة هناك مسألة مهمة. طالب المعهد هنا خلال هذه 4 سنوات الأصل أن لا يكتفي بالكتاب فقط، كما يقال الحياة كتاب مفتوح، مدرسة يتعلم فيها. ونحن في الحقيقة نحتاج للعالم المجتهد، أيضا نحتاج للشخص صاحب الفكر الناضج، الشخصية القيادية التي يمكن أن نستغلها أيضا في مقامات أخرى غير مقام المقام العلمي البحت. فإذا كرست الجهود وتوجه الطلاب فقط إلى هذا المجال، ستحدث هناك نوع من عدم التوازن. الذي أريد أقول الآن، شخصية طالب العلم لابد أن يكون لها روافد. هذه الروافد هي التي تساعد مع مرور الوقت في إنضاج هذه الشخصية. بقدر ما تقلص هذه الروافد، بقدر ما تخرج لنا شخصية
يعني لم تنبني، لم تنضج على أسس متينة، بالتالي الشخصية تكون ليست في المقام المطلوب. وحقيقة كثير من الكتاب لما يتحدثون عن هذه النقطة يعني ماذا يقولون؟ لما يعني يتحدثون عن شخصية معينة ويحاولون دراسة هذه الشخصية، يقول لك هذه الشخصية يعني طرأت عليها عدة روافد هي التي ساعدت في إظهار هذا النوع الذي نراه الآن أمامنا، يسموهم العظماء من الناس. كيف ظهرت هذه الشخصيات؟ هذه الشخصيات ظهرت بفعل روافد عديدة، بفعل روافد عديدة وثقافات معينة، أضف إلى ذلك البيئة التي عاش فيها والخلفيات التي يعني كان فيها، وتظهر لنا هذه الشخصية صياغة يعني من جميع النواحي. فلا بد لطلبة العلم خصوصا هنا في المعهد أن يلتفتوا إلى هذه النقطة، أن شخصيتك بحاجة إلى عدة روافد حتى تنضج. لا تكرس نظرتك وجهودك في ناحية معينة وتهمل بقية النواحي. من هذه الروافد الأمر الذي أشرت إليه أنت الآن، مسألة الجلوس مع أو مجالسة أهل العلم. حقيقة أنا أعجب من هذا الكلام. يعني طالب العلم هل هو يعني هذا الشخص الذي يعني يتبنى هذا الرأي كل وقته في بين الكتب والقراءة والإطلاع؟ لا، لأنه نظرنا كثير من الأوقات تضيع في ما لا طالب. وأنا أتحدث عن نفسي في المقام الأول، هذا شيء نحن نراه ونعايشه. يوجد أوقات غير مستغلة، فدعنا نكون واقعيين أكثر. الجلوس مع الكتب والمطالعة أمر مطلوب، لكن أيضا مجالسة العلماء تختصر لك مسافات كثيرة. تجلس مع هذا العالم تستفيد منه، يعني أول ما تستفيد منه أنك تنظر، يعني حقيقة قبل أن تنظر إلى عالم تنظر إلى تاريخ رجل. يعني خصوصا علماءنا يعني جزاهم الله خيرا عرفوا بالموسوعية، يعني رجل عنده من شتى المعارف. أقل ما يعني ما تستفيد منه كل مرة ينقلك إلى بستان، وتستفيد منه مرة في التاريخ، أقل حاجة في الاحترام وفي التقدير وفي الآداب وفي التعامل. حقيقة يعني كانت لنا زيارات لبعض العلماء والمشايخ، أقول للشباب أقل ما يعني إذا كنا لم نستفد ولم نستوعب المسائل، أقل الأمر أننا رأينا كيف هذا العالم يتعامل، كيف يعني احترامه لغيره. نحن أحيانا نحن في مقام الطلاب، لكن تجد أحيانا بعض المشايخ من احترامه وتقديره يرفعك مقامات، وكأنه يقول لك هكذا تكون المعاملة. فهذا أقل حاجة السجن. أما هذا الادعاء حقيقة يعني لا مخرج له. على طالب العلم أن يكون متواصلا مع أهل العلم، يعني يخصص جزءا من وقته بين فترة وأخرى يذهب يجالس هذا العالم، يستفيد منه من أخلاقه، من تعامله وسلوكه، من علمه، يستفيد أشياء كثيرة. فعلى طلاب العلم أن لا يهملوا هذه النقطة. إذن أنت ترى يعني هذا الاعتقاد لا محل له من الإعراض. لا. وكما يقال بأن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكبر من صوابه. نعم. بارك الله فيكم. جزاك الله. أحسن. وكأنني أرى الآن أمامي الأخ أحمد البراشدي، وسنسأله عن بعض الأسئلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكثير من العلماء الموجودين هنا معنا في السلطنة، في الحقيقة كثير من الطلاب يعني فضلا عن سائر الناس لا يعرفونهم. ماذا لو حدثتنا عنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أحب أولا يعني أن أنبه إلى نقطة مهمة، وهي أن كثير من الشباب هدانا الله وإياهم لا يعرفون حتى المشايخ المعاصرين، فما بالك يعني بالمشايخ اللي هم أشهر من نار على علم كما يقال. نعم. يعني مثلا أضرب لك خير مثال، كان بالأمس يخبرنا أحد الأخوة يقول طرح عند وجبة الغداء قال: متى عقدت الإمامة على الإمام الخليلي؟ فبادره أحد الطلبة وقال: من هذا الإمام الخليلي؟ إن شاء الله. جميل. هذه يقول من هنا الإمام الخليلي يحتاج أن تسوي استفهام وعندها 100 تعقب، لأن الإمام الخليلي حتى الصغير يعرفه، فما بالك بطلبة العلم اللي هم متخصصين وكذا. وأيضا هناك مشايخ الآن معاصرين لا يعرفونهم الطلبة وهم كثيرون، يعني الذين هم يعني الآن باقين من المشايخ كما هو معروف من تلاميذ الإمام الخليلي. مثلا عندك كما بقية السلف الشيخ جابر بن علي المسكري في إبرة،
والشيخ نبهان المعمري في الباطنة، والشيخ سيف بن نبهان في الرستاق، هذا براشدي. الشيخ بن نبهان من تلاميذ نبأ الإمام الخليلي في الرستاق، والشيخ حمود القاضي حمود بن عبد الله الراشدي في سناو، وكثيرين من مشايخ. وعندنا أيضا لا ننسى الشيخ سعيد بن خلف الخروصي مساعد المفتي. الشيخ سعيد بن خلف قارنا لا يعرفه كثير من الطلبة، ولم يكاد الطالب من السنة الأولى إلى السنة الرابعة يقول ما رأيت الشيخ سعيد بن خلف أبدا. وهو الآن يعني الشيخ سعيد من كبار العلماء سنا وعلما، من كبار العلماء في هذا الزمان. وأيضا من يعني من تلاميذ هذاك من بقية السلف الشيخ سيف بن محمد الفارسي اللي هو مشهور يعني في فنجة. أيضا نجد هناك يعني بعض الطلبة، بس تحصل بعض الطلبة اللي هم مهتمين بهذا الجانب، وهم قلة قليلة ما قرناهم بجميع الطلاب يزوروا بالمشايخ. وبعد إذا قد سأل أيضا عن قد سأل الطلبة عن المشايخ وكذا يقول ما أعرف، أنا عندي صعب وكذا، أنا كذا. على الأقل إذا كان الواحد ما يعرف مشايخ من بيعرف عاد؟ كيف بيعرف كيف المذهب يرون يحول المذهب الملاع يعني ما عنده سير مثلا على العلماء على المشايخ، هذا ما يعرف شيء عن اسم شخصيات علماء مذهبه وكذا. وهذا الحالة يعني مزرية حقيقة. بارك الله فيكم ونشكركم على هذه الإفادة. إذن فالعلماء هم صمام أمان للأمة، فإذا غاب العلماء عن الأمة ضلت في دينها. فإذا كان غياب هذا الصمام يؤدي إلى الخطر الأشنع والخطب الأبشع، وهو انتشار الفوضى وعدم الأمان، فحري بنا أن نحافظ على هذا الصمام من الضياع والإقصاء، ولا يكون ذلك إلا بتقليدهم الوسام الذي قلده الله ورسوله لهم، والغرف من معينهم العلمي والأخلاقي قبل أن تنقص الأرض من أطرافها. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. أمجد العمري من أمام معهد العلوم الشرعية الخوير.